اللهم ارزقنا قبل رمضان قلوبا جديدة وتوبة سديدة وهمة شديدة وأعمالا صالحة عديدة. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النفس وطغيانها، وفتنة الدنيا وظلمها، وفتنة النعم وكفرها، وفتنة البلايا وقنوطها. السلام عليكم، يا صباح الفل، يا صباح المحبة لأحلى متابعيني الحلوين. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وكامل لاباس في هذا الشهر الكريم. المهم دائما نذكركم بالصلاة والسلام على سيد الخلق محمد الحبيب المصطفى، على أفضل الصلاة وأزكى السلام. المهم صحة رمضانكم وصحة سحوركم، إن شاء الله تكونوا بأحسن الأحوال في هذا الشهر الكريم. اليوم إن شاء الله جبت لكم روتين يومي لليوم الأول من شهر رمضان. طاولة فيها طبق جلبان بخبزات البطاطا محشية بصدر الدجاج، البرقوق دائما بالحريرة الجزائرية، البرقوق والطبق الفلفلة، عصير ليمون، سلطة، يعني كالعادة كأي طبق جزائري، طاولة جزائرية. المهم نبدو على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت في كوكوطة الزيت، اللحم، حطيت له البصل رابي، ثوم رابي، والرند والقرفة، وخليته حتى يتقلى. وضعت له الجلبان كذلك قليت جلبان. هنايا كي قليت مليح، هنايا حنوضع البطاطا. هنا البطاطا وضعتها يعني باش تعطينا هذيك البنه الهايله، لان راح نوضعوها خبيزات يعني محشيين بالصدر الدجاج. المهم نبدو التوابل: فلفل عكري الحلو والحار كما شفتوا في الصوره. يعني احسن من اللي يعني تفوريها على جنب او تفيضيها على جنب. لابد يعني وضعها مباشرة في المرقة تاعك. كي طيب لك من بعد حتنحيها فلفل عكري، كركم، سكنجبير، فلفل اسود، يعني كل التوابل اللي تستعمليها نتيا. الهريسة اللي هي الحار، والطماطم المصبرة. نقلي الكل على نار متوسطة، نغلق عليها وخليها تتقلى مليح، تتقلى جيدا. من بعد هنايا نحط الماء، يعني الماء يكون سخون. دركا نغلق عليها ونخليها حتى تطيب لنا. هنايا على جنب كنت يعني كنت مطيبة، كنت يعني عجنت الخبز، طيبته كذلك، خليت المرقة تاعي طيب وبديت نطيب في الخبز. هنا كي طابت لي البطاطا شوفوا كيفاش اللون تاعها يجي، حتى انها تعطينا هذيك البنه احسن من تفيضيها على جهه او تفوريها على جهه. يعني مرستها بالشوكه فقط، مرسيها بالشوكه. حطيت لها ملعقتين كبار خبز يابس ومطحون، هي ولا شابليغ. وضعت لها الزبده مارغرين، ملعقه زبده، يعني تقريبا ملعقه صغيره. نخلط الكل. هنا فقط نوضع لها الملح وفلفل اسود، هذا ما كان. حبيتي تضيفي لها الثوم، تضيفي لها القزبر او المعدنوس، يعني ضيفي لها. من بعد هنايا كما قلت لكم ضفت لها الفلفل الاسود والملح. من بعد هنا كي تبرد لينا حنوضع لها حبه بيض. هنايا وضعت فقط، عندي انا البطاطا يعني قليله على حسب افراد العائله. حبه بيض قسمتها على 2، النصف حطيته في البطاطا. لابد تكون اقتصاديه في البيت تاعك، يعني ماشي خلاص راهو رمضان ماهوش اكل، فقط اطباق اقتصاديه. مهم اطباق تكون بنينه اللي تفرحي بها عائلتك وتفرحي بها حتى لضيوفك. المهم حطيته على جنب تبرد. ومن بعد هنايا صدر الدجاج كذلك نحيته من المرقه وطحنته، وضعت له الملح، فلفل اسود، والنصف الباقي تاع البيض. نخلطه جيدا. اذا حبيتي توضعي لها اي توابل وضعي لها توابل، لكن وضعت فقط الملح، فلفل اسود، ووضعت لها كذلك كما شفتوا آه، كما شفتوا مارغرين عفوا، والبيض
فقط. فلفل عكري الحلو، فلفل عكري الحار. تقدري توضعي لها التوابل، يعني كركم، سكنجبير، لكن انا وضعت فقط الملح، فلفل اسود، الكركم، الفلفل العكري الحار والحلو. هنا نوضعها كرات، هنا راح نقليها في الزيت. من بعد كي تبرد لينا البطاطا تاعنا مليح وتتمسك لينا، نحشي البطاطا تاعي بهذا اللحم. جات بنينة والطبق جا هايل. المهم تابعوني الأخير واحد تكتشفوا الوصفة. نعمل كرات صغار. الكرات أنا كبرتهم انتو هنايا. انتوما إذا حبيتوا يعني تنقصوا منهم شوية. كمل كل الكرات ونبدأ نقلي فيهم. نبدأ نقلي في صدر الدجاج تاعي، يعني نحمرو مليح. هنا لابد توضعي لها المارغرين باش تجيك الكرات تاعك يجو طرايا ويجو بنان وهايلين. انا وضعت فلفل العكري الحار والحلو فقط باش يعطونا هذاك اللون، يعني ديك التحميره كي نقلو اللحمه تاعنا. نقليهم مليح، من بعد نحطو على جنب. كذلك نخليه حتى يبرد لينا، عاد نبدو نحشو في البطاطا تاعنا بهذا اللحم. هنا على جنب كما شفتوا المقله تاعي، هنا كنت نطيب الفلفله عادي كما اي عائله جزائريه. المهم هنا البطاطا هي بردت لينا، وهنايا يعني راح للمقطع. هنايا حشيت هذيك البطاطا باللحم صدر الدجاج، لكن راح للمقطع. المهم عادي نحشي البطاطا تاعي باللحم الدجاج. المهم وضعتها على شكل يعني الطول. هنا عندي البيض وعندي اللحم المفروم، عفوا عندي البيض وعندي الخبز اليابس ومطحون. راني غير نخلط الله يستر. المهم حنرمض الحبة تاعي في البيض، من بعد نرمضها في الخبز اليابس المطحون. انا فقط حبيت ندير لها الشكل عادي، يعني قسمت في النص بالظهر تاع الموس. نكمل الكل في البيض، من بعد في الخبز اليابس المطحون. خليها على جنب حتى تمسك لينا، بعدين نبدو نقلو فيها كما شفتوا هنا على ظهر الموس تاعنا. نكمل كل البقيه وخلوها حتى تبرد لينا. طبق هايل، يعني يستحق التجربه. المهم كما شفتوا دائما نقسمها في الوسط بظهر تاع الموس. كي بردت لينا مليح في الثلاجه حنوضع ونبدا نقلي فيها، يعني ما تكثروش بزاف الزيت، لان كل شيء راهو طايب، راح فقط نحمروها نجيب لنا هذيك التحميره. اللحم راهو محمر، فقط البطاطا تتحمر لينا. وهو الطبق تاعنا، وهي الطاوله تاعنا الحريره الجزائريه، التمر، اللبن، البرقوق، الفلفله، بهذوك الخبيزات هايلين. وحمرنا هذاك اللحم كذلك. وان شاء الله حبوباتي تعجبكم هذا الطبق، وتعجبكم هذه الطاوله، وتكون في الحسن الظن تاعكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.